عكس أخته قدام عينيه وهو نازل معاها عشان يجيبوا هدوم العيد. ولما راح يعاتبهم ويقول لهم كده عيب ما يصحش، راح واحد منهم مطلع مطوة وخبطوا بيها في قلبه، فطب ساكت وفارق الحياء. بشوي كان طيب وغلبان ومش بتاع مشاكل، وكان ناوي يخطب الأيام اللي جاية، بس للأسف الشديد دفع حياته تمن دفاعه عن إخواته. فتعالوا معايا أعرفكم إيه اللي حصل للشاب الطيب بشوي سمير من 5 أشخاص بلطجية عكس أخته في منطقة الليبيني بمحافظة الجيزة، ويا ترى هيكون إيه مصيرهم بعد ما تم القبض عليهم. بشوي سمير كان شاب طيب قوي وفي حاله محترم ومش بتاع مشاكل، كان حبيب إخواته البنات ودايما بيحب يساعدهم في كل حاجة بيعملوها وبيفرح قلوبهم. عشان كده لما عرف إنهم نازلين عشان يشتروا لبس العيد، قرر إنه يروح معاهم، وما كانش يعرف إنه هيفارقهم للأبد، بس إنه قرر يدافع عنهم ضد 5 شباب عكس واحدة منهم، وده كان قصاد عينيه بدون أي أخلاق وبجاحة وبأسلوب بعيد عن أخلاق ولاد البلد الجدعان. القصة بدأت لما بشوي قرر ينزل مع إخواته الاتنين رشا وأخته المتجوزة أم يوسف عشان يجيبوا لبس العيد. وبعد ما راحوا هما التلاتة وجابوا اللبس، وفي الطريق رجوعهم وقفوا عند محل ألبان عشان يشتروا شوية طلبات للبيت. هناك اتفاجئت رشا إن في 5 شباب بدأوا يعكسوها بألفاظ مش تمام خالص، وكان أسلوبهم كمان زي الزفت. راحت رشا اشتكت لأخوها بشوي اللي كان شايل ابن أخته الصغير يوسف، فطبعا بشوي اتضايق من اللي حصل لأخته رشا، خلاها تشيل يوسف الصغير وقال لها ادخلي انت جوه المحل وملكيش دعوة. وراح بكل أدب يعاتب الشباب اللي عكسوها، وقال لواحد منهم يا صاحبي كده عيب ما يصحش، انت مش شايف راجل معاها؟ فرد عليه واحد من الشباب وقال له لا مش شايفك، واللي عندك اعمله. وراح طلع المطوة قرن الغزال وقعد يشوح بيها قدام بشوي ويقول له تعالى لو راجل ياض وريني نفسك. وطبعا بشوي ما قدرش يسكت، وخصوصا ان الشاب فضل يتكلم باسلوب مش كويس على اخته رشا ويلقح بالكلام. ولما راح له الخناقة كبرت وتلم ال5 شباب قال بشوي من كل اتجاه، وفضل بشوي يقول لاخته رشا ادخلي المحل وملكيش دعوه. طلعت رشا تجري على اخوها التاني اللي كان المحل بتاعه قريب من مكان الخناقه في شارع الهرم عشان ينقذ بشوي. ولما رجعت هي واخوها لمكان الخناقه لقوا بشوي مرمي على الارض غرقان في دمه بعد ما خبطوا الشاب بالحته قرن الغزال في قلبه، وكان فارق الحياه وهو بيدافع عن شرف اخته وبيحاول يحميها من الديابه. بعدها طبعا اتحركت الشرطه وقبضت على الشباب ال5 المتهمين وعلى الشاب اللي خبط بشوي وضيع حياته بعد ما كان خلاص هيخطب بعد العيد ويخش الدنيا. ومن ساعتها واخوات بشوي ووالدته في صدمة كبيرة قوي مش طبيعية. ربنا يرحم بشوي ويصبر أهله على فراقه وحقه يرجع في أقرب وقت ممكن.